السلام عليكم. تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. طبعا اليوم جولة صباحية حول الطيور. طبعا طيور تعيش وطيور تموت بسبب تغيير الجو. كل مربي لا يستغرب إذا طيور تموت أو طيور تعيش، أو لأن الجو متغير. سبحان الله، الجو كله أمراض، خاصة احنا بالبصرة أجواءنا أمراض، لأن الشركات النفطية قريبة إلى البيوت مالتنا. أوكي، هذا السبب الجو ملوث. يعني كل شخص لا يستغرب. عندي نثية الواكس بيل هسه بقى بس بحله، نثية ماتت. سبحان الله، جبت لي زوج، كان عندي فحل وجبت لي زوج. النثية ماتت والفحل بقى. هسه عندي فحل اثنين. إذا واحد عنده نثية، اي والله يفيدني اعطيه فحل ويعطيني نثية، او انا اشتريها من عنده، ما عندي مشكلة. جزاكم الله خير الجزاء. وعندي هذا طار المطران هم للبيع، فحل. اوكي، اللي يريده انا بخدمته. وعندك السمان الملكي هم ماتت نثية وجبنا غيره. والله السمان الملكي نقدر نحصله، بس هاي الطيور الناعمة الواكس بيض او الفراشة فينيش بصورة عامة ما تتحصل بسهولة، صعبة. اوكي، اللي عنده طيور ناعمة خليه ينورنا ويفيدنا. اللي عنده طيور حلوة، فراشة فينيش، واكس بيض، الفراولة. راد لي والله نسي هم فراولة، قصدي فحل فراولة. نسي عنده خطية ضالة صيف، محتاج يتفحل عنده، نشتري من عنده. جزاكم الله خير الجزاء. هسه مقبلين على تسليم من الشتاء للصيف. عندك هذا الزوج هو شفتيل، قبل فترة شرحنا عنه. هاي الطيور باعتبار من النوادر. لأن ليش؟ لأن قليل معدها متوفر حاليا، يعني ما بتكاثر معدها، وأسعارها خيالية، الأسعار خيالية. بعدها كل ما تكثر الطيور كل ما تنزل الأسعار. أوكي، هذا طائر الحسون. نفس الفحل هو اللي يصيح عنا فيه. وقت المقنع هم يصيح على نتيجة. عندك هذا طائر الجنة، الطيور الحلوة. قلتلكم هاي الطيور لأن ما متكاثرة عندنا أسعارها غالية. يعني طائر الجنة هذا سعره 100,000 الزوج. هذا الشبتيل سعره هم 100,000. اوكي، الطيور بعدها ما متكاثرة عندنا أسعار، يعني باعتبار ظني من النوادر. إذا من النوادر الطيور صعبة تحصلها وسعرها غالي، والناس هم ما تشتريها إذا أسعار غالية. هذا اني حلة واكس بيها اثنيناتهن ابو صدر البرتقالي، نريدهن انا وخدمته. يتفحل
ويعطيني نثية. سكسوني ما ينام إلا فوق النافورة. حبايب قلبي، هي قضية الفيديوهات هاي، يعني كل واحد يوصل معلومة عن الطيور أو عنده معلومة يفيد بها الناس. أي شخص عنده معلومة يفيدنا خلي ينورنا أحبابي. وأنا بشكل عام ما أحب الفيديو يطول، أحبه يكون قصير ومرتب. تحياتي من داخل محمية يوزر سيف أحبابي، أشوفكم بالخير، مع السلامة.